المكنين. حين تتكلم الثقافة، ليست الثقافة تلفا، وليست الفنون مجرد لحظات عابرة من الترفيه، بل هي روح المدن وذاكرة الشعوب والجسر الذي يجمع الإنسان بأخيه الإنسان. بالثقافة نبني الوعي، وبالفن نزرع المحبة، ونصنع أجيالا تؤمن بالحياة والجمال. ومن هنا تبدأ الحكاية من باب الفصيل، ذلك المعبر العتيق الذي لا يزال يحرس ذاكرة المدينة العربي بالمكنين، حيث تتعانق الحجارة مع التاريخ، وتروي الأزقة قصص الأجداد، وتبقى الأصالة شاهدة على حضارة لم تنطفئ. ثم نمضي إلى مقهى الكحلاوي، حيث كانت ولا تزال المجالس تلتقي، وتتبادل الحكايات، وتولد الأفكار، وتنبض الحياة بروح أهل المكنين في صورة تختزل دفء المكان وكرم الإنسان. ونصل إلى قلب المدينة، حيث ينتصب تمثال 5 سبتمبر شامخا، يروي للأجيال ملحمة الشهداء الذين كتبوا بدمائهم صفحات من المجد والحرية، لتظل المكنين وفية لتاريخها، معتزة برجالها وفخورة بتضحياتهم. ومن عبق التاريخ ننتقل إلى فضاءات تصنع المستقبل. هنا دار الشباب، وهناك دار الثقافة، مؤسستان كانتا ولا تزالا منارتين للإبداع، احتضنتا المواهب وصقلتا الأحلام، وقدمتا للمكنين ولتونس أسماء أضاءت سماء الفن والثقافة والإبداع. وتستمر الرحلة لنصل إلى مسرح الهواء الطلق بالمكنين، ذلك الفضاء الذي يستعيد نبضه من جديد، ويفتح أبوابه بكل حب لاستقبال جمهوره في الدورة الثانية من مهرجان ليالي مكنين الصيفية. هنا تضاء الأنوار، وتعلو الألحان، وتتعالى الزغاريد، ويمتزج الغناء بالفرح، وترقص الأرواح قبل الأجساد، لتتحول ليالي المكنين إلى موعد سنوي يجتمع فيه الجميع تحت سماء واحدة، عنوانها الفن ورسالتها المحبة. مهرجان ليالي المكنين الصيفية في دورته الثانية.